دجاج تكة والعيش البوري والسلطات. أكلة حلوة جدا، وصفة حلوة جدا، طريقة حلوة جدا. اسمعوا مني وما تراجعوش ورايا واعملوها وهتعجبكم جدا. الحقيقة الفيديو ده أنا كنت عاملاه بقالي فترة يعني ومنتجته. وزي ما انتم شايفين كده الفراخ غسلتها كويس جدا، عملت لها محلول، حطيتها في مية وملح وليمون وخل ودقيق وسبتها شوية، وبعدين يعني حوالي ساعتين 3 كده، وبعدين غسلتها كويس جدا. هنعمل بقى التتبيلة بتاعت الفراخ. علبة زبادي صغيرة وكركم وبابريكا وبهارات الفراخ تكة جبتها من عند العطار، وملح وزنجبيل وفلفل اسود وتوم وبصل بودر وثلاث فصوص توم زي ما انتم شايفين، ومعلقتين صلصة، وكمان ربع معلقة حبهان وربع معلقة ورق لورا مطحونين، وحطيت معلقة خل وحوالي معلقتين صويا صوص. الصويا صوص والصلصة علشان خاطر تدي لون للفراخ الحلو بتاعها ده. الزيت انا هسيبه على جنب، هحطه على الفراخ وانا بحطها في الفرن. بقلب بقى التوابل مع بعضها كده ومع الزبادي، وبحط الفراخ فيها وبشربها كويس جدا من التتبيلة وبسيبها حوالي ساعتين. هو الافضل طبعا انها تتساب يوم كامل، بيكون افضل للفراخ لانها بتتشرب كويس في الوقت ده من التتبيلة، وكمان الانسجة بتاعتها بتدوب مع التتبيلة فبتستوي في وقت اسرع. انا في الوقت ده عملتها، بس يعني تبلتها حوالي ساعتين بس. طبعا هحل المشكلة دي في اني هولع الفرن من تحت وفوق، فهيدي نفس النتيجة وهتستوي في وقت مش طويل، يعني هيبقى على طول. سبتها ساعتين زي ما قلت لكم، وهحطها بقى في الشبكة زي ما انتم شايفين كده. فرشت في الصينية ورقة فويل علشان اللي ينزل من الفراخ ينزل فيها، ما ينزلش في الصينية ويتحرق. وبحطها بقى في الشبكة وبقفل عليها كويس، بتاخد بقى نفس شكل الفراخ بتاعت بره، بس طبعا فارق يعني، طبعا في الطعم، في النظافة، في كل حاجة يعني. بقفلها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده علشان تاخد شكل الفراخ بره الشكل، بس ملناش دعوة بالمضمون. المضمون بتاعنا احنا مطلعين نتيجة مش عايزة اقول لكم يعني. احطها بقى في الفرن. ولعت الشواية من فوق وطيتها، ومن تحت كمان ولعت الفرن عشان خاطر زي ما قلت لكم تستوي في وقت اسرع وما تنشفش معانا. وبقى بعمل معاكم دلوقتي العيش البوري. كوباية دقيق، هي الكوباية عشان كبيرة شوية، 250 ملي. فحطيت رشة ملح وحطيت معلقة زيت وخدت من الكوباية. حطيت في الكوباية نص كوباية مية، هاخد ربعها، يعني ربع كوباية المية خدتها عجنت بيها الدقيق، وهسيبه يرتاح نص ساعة رغم ان مفيهوش مواد رافعة. بس الفترة دي اللي احنا بنسيب فيها العجينة بترتاح معانا وبيبقى سهل فردها. هعمل بقى السلطة. الدريسنج بتاعها كان علبة زبادي وعليه معلقتين مايونيز وملح وفلفل ومعلقة خل، والخضار زي ما انتم شايفين مسلوق، فاصوليا وبسلة وجزر وبروكلي وفاصوليا بيضة وبطاطس. بقلب بقى الحاجات دي مع بعضها وبشوف الدريسنج بتاعها، لو محتاج يتحط خضار تاني بحط، فما حطيتوش مرة واحدة علشان اشوف الدريسنج هيبقى كتير ولا قليل. هو طلع كتير فحطيت بقى باقي الخضار زي ما انتم شايفين، حطيت البطاطس والفاصوليا البيضة، وبقلب بقى كله مع بعضه. وطبعا انا متبلة الدريسنج، حطيت معاه ملح وفلفل، وهغطي بقى الخضار علشان يتشرب كده من الدريسنج اللي اتحط له. وقطعت العجينة، ادتني 5 قطع علشان الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق كانت كبيرة شوية، يعني 250 جرام، حوالي ربع كيلو دقيق. وبعدها بعد ما قطعته كنت سبته برضو ارتاح شوية، يعني العجينة لما بترتاح شوية بيكون افضل في الفرد. وفردتها اهو زي ما انتم شايفين، السمك بتاعها يعني بيبقى اقل شوية من ما بفردهاش قوي زي الفطير ولا زي العيش، حاجة كده في النص يعني. سخنت الزيت ما غليتوش وحطيت فيه العيش، وزي ما انتم شايفين كده بحط عليه زيت من فوق كده وبحمره، بياخد اللون الذهبي الحلو. وشايفين ارتفع ازاي رغم انه ما حطلوش مادة رافعة،
يعني ولا حطيت بيكنج باودر ولا خميرة ولا بيكنج صودا، واترفعت معايا وادت الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الاكلة دي برا انتوا عارفين كويس قوي هي بكام يعني، خصوصا في الفترة دي يعني. فلما نعمل اكلة زي دي في البيت، طبعا مش عايزة اقول لكم موفرة قد ايه، وفي نفس الوقت كمان بنكهة اكل البيت وحلاوة اكل برا برضه. والشكل اهو بيقول زي ما انتم شايفين، وبيتكلم لوحده. وخلصت الشغلانة وبس كده. دي كانت اخر حاجة عملتها في الوصفة، العيش. طلعت الفراخ استوت واخدت لون حلو، وباقي الخضار اللي ما حطيتوش في الدريسنج حطيته مع الفراخ، وعملت سلطة كول سلو. انا بس ما حبيتش ازود الفيديو في وقت اكتر، ما دخلتش معاه الكول سلو، بس انا عملته اكتر من مرة على القناة، وهنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تشوفوه. العيش البوري حلو قوي كمان زي ما انتم شايفين. وبس كده، والسلام عليكم.